ايه يا بنت الناس؟ هو انت هتفضلي كده قاعدة بالنقاب والفستان بتاع الفرح؟ مش هتقومي بقى وتغيري ولا ايه؟ هو انت نسيت ان احنا اتجوزنا؟ انت عايز مني ايه؟ انت عارف ان انا ما كنتش راضية عن الجوازة دي، وانا مش عايزة اغير. انا حرة، انا عايزة افضل كده. طب لما يجي قرايبنا الصبح جدك وامي عشان خاطر يطمنوا علينا، هنقول لهم ايه؟ هنقول لهم العروسة فضلت نايمة بالفستان طول الليل ولا ايه؟ وهنا حتى قبل ما يكمل أحمد كلامه صوت الباب كان بيخبط. ادخلي دلوقتي، ادخلي انت على الحمام، وما تطلعيش غير لما أقولك، لما أشوف مين ده. وهنا فعلا مريم دخلت على الحمام، وأحمد راح يفتح الباب، وكانت أمه وبنت خالته. إيه يا أحمد؟ خير؟ ما تطمنا كده يا ابني، احنا قلنا نطلع ونطلع لك العشاء ونطمن. ما برضو احنا عايزين نطمن على شرفنا. ايه يا أمي؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ده انا حتى لسه ملحقناش نغير. اتفضلي انزلي تحت يا امي لو سمحتي. ما هو انت متجوز واحده انا ما كنتش راضي عنها، بالرغم ان هي بنت عمك، بس انا مش راضي عنها. وكمان انت ما كنتش بتشوفها كتير، وكنت بتسافر، وما شفتهاش غير من فتره الخطوبه كلها غير 4 مرات ولا حاجه، وحتى ما كنتش بتكلمها في التليفون. فبرضه عايزين نطمن ولا ايه؟ انا ما اسمحلكيش يا امي انك تتكلمي على مراتي دلوقتي بالطريقه دي. وبعدين ما تقلقيش، انا واثق جدا ان هي كويسه، واحب اطمنك يا امي، ما تقلقيش. ماشي يا اخويا. اما نشوف اخرتها. يلا يا نرمين، ادخلي حطي صينيه العشاء دي جوه على الترابيزه. استني، ما تدخليش جوه، هاتي الصينيه دي وانا هدخلها. ويلا اتفضلوا انتوا، اتفضلوا انزلوا تحت. بس هنا احمد بمجرد ما دخل الصينيه، لا اخوه جاي بيجري. الحق يا احمد، الحق. في ايه يا محمد؟ في الحق ايه؟ ده انا حتى يوم فرحي الارض بتاعت مريم مسكت فيها النار، ولسه الفلاحين دلوقتي قايلين تعالي يلا بسرعه، نشوف الدنيا فيها ايه. وهنا احمد ومحمد طلعوا يجروا بسرعه عشان خاطر يروحوا يشوفوا الارض. انا عارفه ان هي دي جوازه قلبها فقر من الاول، وادي اول ليله وحصل كل ده. اما نشوف بقى اخرتها ايه. ايوه يا خالتي، والله معاكي حق، انا مش عارفه بس هو بيحبها على ايه اصلا. وهنا أم أحمد ونرمين نزلوا على شقتهم، بس أخت أحمد طلعت عشان تشوف مريم وتقول لها على اللي حصل في الأرض. مريم، الأرض بتاعتك مسكت فيها النار، وأحمد ومحمد راحوا عشان خاطر يشوفوا الدنيا فيها إيه. يا نهار أبيض! طب إيه؟ إحنا ما ينفعش نروح نشوفهم أو نطمن على الأرض؟ لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش لا نروح ولا نشوفهم، لأن أنت عارفة طبعا أحمد هيزعق لنا جدا وهيبهدل الدنيا. بس تعالي ننزل نستناهم تحت في الجنينة. وهنا هبة ومريم نزلوا عشان خاطر يقعدوا في الجنينة، وكانوا قاعدين الاتنين قلقانين جدا ومنتظرين رجوع أحمد ومحمد علشان خاطر يكملوا على الأرض. وبعد مرور ساعة ما تتصلي عليهم يا هبة كده، اسأليهم نشوف ايه اللي حصل في الأرض. وهنا فعلا هبة اتصلت على أحمد. خير يا أحمد، طمنا، الأرض حصل فيها ايه؟ وانتوا كويسين ولا ايه؟ احنا قلقانين جدا عليكم. الحمد لله، النار مسكت في القش اللي كان على الوش، والفلاحين قدروا انهم يلحقوا الارض. يلا بقى سلام دلوقتي عشان ورايا شغل تاني عايزه اخلصه، بس اطمنوا يعني. الحمد لله، الحمد لله يا مريم، كل حاجه تحت السيطره، وقدروا انهم ينقذوا الارض. يلا بقى خلينا نطلع فوق على ما هم يجوا. لا انا قاعده شويه في الهواء، اطلعي انتي وانا شويه كده وهطلع. لا يا بنتي، يلا اطلعي، انتي زمانك تعبانه وبهدلت الفرح، وزمانك ما كلتيش حاجه. اطلعي كوني ورايا على ما احمد يرجع. صدقيني انا هنا كويسه، عشان بس في شويه هوا، هقعد مع نفسي شويه في الجنينه وهطلع على طول. يلا اطلعي انتي نامي، ما تقلقيش عليا. وهنا مريم فضلت قاعده لوحدها في الجنينه، وهبه طلعت على اوضتها عشان تنام. بس مريم وهي قاعده سرحت في ذكرى قديمه ما بينها وما بين احمد من زمان قوي، من وهي عندها 6 سنين، واحمد كان وقتها عنده 14 سنه. افتكرت ايام ما كانت هي قاعده معاه في اوضته، وكانت قاعدة بتهزر معاه، وكانت ماسكة صورته هو وأبوه في إيدها، والصورة وقعت منها وانكسرت. وقتها أحمد اتعصب جدا عليها وكان عايز يضربها، لولا دخول جدها اللي خلاه يبعد عنها وما يضربهاش. كانت مريم قاعدة وفقت من سرحانها على صوت أحمد. انت ايه اللي مقعدك هنا كل ده يا مريم؟ الوقت اتأخر جدا وانت قاعدة في الجنينة كل ده. أنا كنت قاعدة مستنياكم لما ترجعوا، أنا كنت عايزة أطمن على الأرض وأطمن عليكم. وبعدين فيها ايه؟ انا قاعده شويه في الهوا.
وهنا أحمد كان ماسك إيد مريم وأخدها وراه. مريم كانت خايفة جدا لأنه كان بيشدها بعصبية وطلع بيها على الأوضة. هو أنت إزاي يا ست هانم قاعدة في الجنينة لحد دلوقتي والوقت اتأخر كده، وقاعدة وسط الغفر اللي بحلق فيكي واللي يبصبص عليكي، وكمان اللبس ده؟ أولا اللبس اللي أنا لابساه العباية واسعة جدا وأنا ما شلتش النقاب. تاني حاجة الغفر اللي أنت بتقول عليهم إنهم بيبصولي دول قد أبويا ويمكن أكبر كمان، ودول العالم كلهم محترمة وأنا كمان كنت قاعدة باحترامي. فالمشكلة إيه بقى؟ فين المشكلة قولي؟ أنا مش عايز هري كتير ووجع دماغ. بتسمعي الكلام ولا لأ؟ ومن يوم ورايح توسعي العباية دي أكتر من كده وما تقعديش في الجنينة تاني لوحدك في الوقت المتأخر ده. مسموع كلامي ولا إيه؟ ولا عندك اعتراض؟ حاضر حاضر. وهنا أحمد ابتدى يغير هدومه وكانت مريم حاطة وشها في الأرض، وبعد ما خلص من انتهاء تغيير هدومه وبيبص لها كل شوية بنظرات كلها شوق وحب ابتدى يتكلم ويقول: إيه؟ هتفضلي قاعدة بهدومك كده؟ مش ناوية برضه تغيري ولا إيه؟ هو أنتي ناسية إن النهاردة اللي اتفرحنا؟ طيب تمام، أنا هدخل بس أنا هدخل أغير جوه وشوية وهطلع، اوعى تدخل عليا ها؟ وهنا أحمد كان كله شوق وحب لمريم، نفسه يشوف ملامحها تاني لأن هو ما شافش ملامحها من زمان قوي. نفسه يشوف ملامحها اتغيرت وبقت عاملة ازاي، لأن كل ده مريم ما كانتش بتسمح له إن هو يشوف وشها ولا كانت حتى بتديله أي اهتمام ولا بتتكلم معاه. وهنا أحمد خرج وقف في البلكونة على ما مريم تخلص هدومها، وكان واقف سرحان ونسى مريم خالص، وفضل يفكر في مين ممكن يكون بيعمل كده في الأرض وقصد إنه يولع في الأرض ليلة فرحه، ومين عاوز ينكد عليه كده. وبعد مرور 5 دقايق خرجت مريم من الأوضة. كانت لابسة فستان قصير وكل شوية كانت تشد فيه تطوله، واتنهدت بصوت كده عشان خاطر أحمد ياخد باله ويدخل. وهنا أول ما دخل أحمد كان بيبص لها، ما كانش متخيل إن هي جميلة بالشكل ده وإن بشرتها بيضة قوي كده وحلوة قوي كده. فضل يبص لها بنظرات طويلة جدا على كل جسمها، أما هي فكانت حاسة بخجل شديد. كانت بتتمنى إن اللحظة تنتهي حياتها، وكانت بتقول ما بينها وما بين نفسها: أنا عمري ما كنت أتخيل إن أنا أقف قدام أحمد بالمنظر ده. انتي جميلة قوي يا مريم، وملامحك اتغيرت قوي عن زمان واحنا كنا صغيرين. ياه، ده أنا طلع بختي حلو قوي. رغم كل الكلام ده مريم ما كانتش بترد على أحمد خالص، واتفاجئت بقرب أحمد منها وحست وكأنه نفسه قريب من نفسها جدا. وفي نفس الوقت أحمد وطى عليها وبس دماغها وكان بيعاملها بحب وحنية جدا، وكان رومانسي معاها لأبعد درجة، بس هي للأسف ما كانتش طايقاه. وبعد مرور ساعة قامت مريم من جنب أحمد من على السرير. مريم كانت بتعيط: أنا عملت إيه؟ عشان يبقى نصيبي؟ هو أنا سلمت له نفسي؟ أنا بس عملت كده عشان خاطر يطمنوا، وعشان خاطر الناس لما تيجي الصبح ويسألوا علينا، وعشان هو يتأكد وكل حاجة إن أنا كويسة. بس أنا استحالة أخليه يكرر اللي حصل ده معايا تاني. أنا بكرهه وبكره كل حتة هو لمسها فيا. وهنا من كتر عياط مريم وحزنها الشديد نامت على الكنبة من غير ما تحس. وتاني يوم الصبح وهنا أحمد كان مبسوط جدا، بس كان بيبص جنبه ما لقاش مريم جنبه، فاستغرب جدا وهو بيبص كده لأن مريم كانت نايمة على الكنبة. فاستغرب جدا ولكنه معلقش، فضل بصص لها من شدة جمالها وإن وهي نايمة وشها بيشبه براءة الأطفال. قام قعد جنبها وابتدى يحط إيده على شعرها بحنية وحب. وفجأة مريم بتصحى وبتلاقيه قريب جدا منها وأنفاسه قريبة من أنفاسها جدا، فبتقوم مريم بتضربه بالقلم على وشه. أحمد مسكها من شعرها بقوة: إيه ده؟ أنتي مجنونة؟ هو أنتي اتهبلتي ولا إيه؟ أنتي بتضربيني أنا جوزك يا متخلفة، وبعدين أنا عملت إيه عشان خاطر تضربيني؟ أنا آسفة سيب شعري أنت بتوجعني. أنا ما قصدتش إن أنا أضربك، ما قصدتش، بس أنا مش طايقاك، وبصراحة كده سلمت لك نفسي امبارح عشان بس الناس اللي هتيجي تطمن علينا، بس أنا مش طايقاك ومش عايزاك تكرر اللي حصل معايا ده تاني، وأنا مش بحبك. أنا مش عايزاك تقرب مني خالص، ابعد عني، ولو حد عايز تروح تتجوز روح وسيبني،
انا بس مش بحبه وكره جسمي كله عشان انت بس لمسته. وهنا احمد كل كلمه كانت بتقولها مريم كانت بتكسر قلبه، وحاسس انها بتهين كبرياءه وكرامته. للدرجه دي انت مش طايقاني؟ انا فكرت ان انت امبارح اتقبلت الجواز ده وبقيتي كويسه، وان انت هتقبليني كزوج ليكي. لا، عمري ما هقبلك، عمري ما هقبلك زوج ليا. انا عمري ما تخيلت ان انت تكون جوزي، فياريت لو سمحت ابعد عني وما تقربش مني تاني. ماشي يا مريم، بكره انت اللي تحبيني، وبكره انت اللي تجري ورايا، وبكره انت اللي تطلبي مني ان انا اللي اقرب منك. وخليكي فاكره الكلام ده كويس، انا عمري ما احبك. طلقني، طلقني وسيبني في حالي، انا مش عايزه اعيش معاك، انا مش طايقاك. بصي يا بنت الناس، انا عمري ما هطلقك، طول ما انا عايش هتفضلي على ذمتي، وعمري ما هخليكي تطلعي من باب البيت هنا غير باذني. وتاني حاجه، بوعدك ان انت اللي هتحبيني وهتعتبريني زوج ليكي. وبكره افكرك، هو بالعافيه؟ هو الحب بالعافيه؟ يا عم انا مش بحبك، ما بحبكش. وهنا حتى قبل ما احمد يرد على مريم او مريم تخلص كلامها، يسمعوا صوت الباب بيخبط. دول اكيد جدي وامي. ادخلي يلا غيري والبسي لبس واسع زي ما قلتلك امبارح، وكمان البسي النقاب، فاهمه ولا لا؟ هو في حد غريب؟ ده جدي ومامتك، مفيش حد، ومفيش حد تاني في البيت غريب. فيها ايه يعني لما البس على راحتي؟ انا مش عايز اي حد يشوفك، حتى لو كانت امي، حتى لو كانت اختي، انت فاهمه ولا لا؟ ادخلي البسي النقاب، واللبس واسع جدا على ما اروح وافتح لهم. اتفضلي. وهنا فعلا راحت مريم عشان خاطر تغير هدومها، واحمد راح وفتح الباب. اهلا وسهلا بك يا جدي، والله نورتنا. صباح الفل يا ماما، عامله ايه؟ صباح الفل يا ننعين امك. قولي، ليلتك امبارح كانت عامله ازاي؟ طمني، طمني عليك وعلى العروسه وعلى شرفنا برضك. هو انا يا امي مش قلتلك امبارح اطمني وكل حاجه كويسه، وان المواضيع زي دي بتبقى ما بيني وما بين مراتي بس؟ انا احب اطمنك ان كل حاجه كويسه الحمد لله يا امي. انا عشان عارف ان انت راجل، وان انت هتسوم مريم جوزتها لك، فعايزك دايما تحافظ عليها وتشيلها فوق دماغك. مريم ملهاش حد غيرنا يا احمد، ومهما صغرت عقلها معاك بلاش تحط عقلك بعقلها. ما تقلقش يا جدي، انا عارف ان الجواز جه فجأة، وان هي ما كانتش راضية قوي عن الجوازة دي، بس انا بوعدك ان كل الامور هتتصلح وناخد على بعض اكتر واكتر. طب يلا، يلا يا حاج ننزل احنا تحت ونسيب العرسان على ما يخلصوا براحتهم وينزلوا عشان خاطر يفطروا معانا. احنا محضرين كل حاجة تحت. ماشي يا امي، ادينا 10 دقايق وان شاء الله هننزل وراكم على طول. وهنا فعلا بعد مرور 10 دقايق طلعت مريم من الحمام، وكانت لابسة لبس واسع، وكانت لابسة النقاب. شدها احمد من ايدها من غير ما يقول لها ولا كلمة، ونزلوا على تحت. وكان بينزل على السلالم بسرعة جدا، وهي كانت خايفة لحسن تقع. بس أخيرا وصلوا شقة حماتها ودخلوا، لقوا الكل مستنيهم على السفرة. السلام عليكم، أتمنى إن كلكم تكونوا بخير وبصحة كويسة. وهنا كله رد على أحمد السلام ورحبوا بيه. ازيك يا عروسة؟ والله وشك منور مع إننا مش شايفين وشك، بس باين على عيونك إنك قمر. يلا اقعدوا عشان تاكلوا معانا. تعالي يا مريم يا حبيبتي اقعدي جنبي هنا، وانت يا أحمد تعال اقعد جنبي انت كمان. وهنا يا مريم بصت لأحمد، وأحمد حط لها كرسي جنب جده وقعدت جنبه، وأحمد راح قعد جنبه من الناحية التانية. بس كان الكل ملاحظ إن مريم قاعدة بتقلب في الأكل ومش بتاكل وسرحانة. مالك يا عروسة؟ قلقانة من إيه؟ ما تاكلي كده وتاخدي علينا، انتي مش بس عروسة أخويا، انتي كمان بنت عمنا وحبيبة قلبنا. كلي، كلي يا حبيبتي ما تتكسفيش، ده زي بيتك برضه. وبعدين انتي عروسة لازم تاكلي وتتغذي. أنا باكل أهو، باكل، اتفضلوا انتوا كلوا ما تقلقوش عليا. وهنا مريم خلصت أكلها بسرعة واستأذنت من الكل إن هي تطلع على شقتها عشان ترتاح شوية. كان أحمد مستغرب جدا من تصرفها لكنه معلقش. أنا هروح أشوف إيه اللي حصل في الأرض ومين كان السبب في الأرض تولع بالمنظر ده، وهرجع بالليل إن شاء الله. نرمين بنت خالة أحمد، إيه يا أحمد؟ هو في عريس برضه يطلع يوم صباحيته؟ ولا هي العروسة بقى مش عاجباك ولا إيه؟ خليكي في حالك يا نرمين، وبعدين انت ضيفة عندنا اليومين دول فبلاش تعملي مشاكل. وبعدين انا عروستي عجباني جدا، بس الارض لازم نشوف ايه اللي حصل فيها وايه السبب ورا كل ده. وبعدين يعني مريم هتروح فين؟ مش هتهرب يعني؟ وهنا مريم معلقتش على اي حاجة من الكلام ده. كان احمد مستغرب جدا سكوتها.
طلعت على أوضتها. أما أحمد فراح علشان خاطر يشوف الأرض ويشوف إيه أحوالها، وجده قال إن هو هيروح معاه. تتوقع مين يا جدي يكون عمل في الأرض بتاعت مريم كده، وكمان ليلة فرحنا، وقاصد إن هو يبوظ لنا فرحتنا؟ والله الموضوع فعلا يحير يا أحمد، وموضوع ولا كان على البال ولا كان على الخاطر. بس ما تقلقش، إن شاء الله الحكومة هتعرف مين السبب ورا كل ده، مين يكون بيكرهنا للدرجة دي وعايز يبوظ حياتنا بالشكل ده. أنا قلقان جدا ومش هرتاح غير لما أعرف مين اللي عمل كده. وبعد مرور 5 ساعات وصل أحمد وجده على البيت واطمن عليه، وبعد كده أخد عربيته ووصل على البيت وطلع على شقته. وأول لما دخل أوضته لقى مريم نايمة، وكانت لابسة بيجامة قصيرة ونايمة بأريحية جدا، فنسي كل الكلام اللي هي قالته ليه، وجمالها شده وقرب منها وكان حاطط إيده على شعرها. إيه ده؟ أنت بتعمل إيه؟ ما تفكرش اللي أنت عملته معايا امبارح هسمح لك إن أنت تعمله بيه تاني، امشي من هنا. أحمد هنا حاسس إن كرامته هانت قوي، وإن هو نسي كلامها بتاع الصبح، وإن جمالها شده ليها. فبصمت ومن غير ما يرد على كلامها أخد البطانية والمخدة وطلع نام في البلكونة، وقفل الستاير كمان عشان خاطر هي تنام بأريحية. وبعد مرور نص ساعة كانت مريم نايمة على السرير، لكن كانت حاسة بالذنب قوي إن هو بيعملها بكل اللطف ده، وإن هي هتسيبه ينام في الطل بره وفي الهوا. فقررت إن هي هتقوم وتدخل تشوفه في البلكونة. أحمد أنا عارفة إن أنت لسه ما نمتش، أنا آسفة والله، بس أنت المفروض تتفهم الجواز ده إنه حصل من غير رضايا، وإن أنا لسه الموضوع جديد عليا، وإن أنا محتاجة وقت على ما أخد عليك. فلو سمحت ما تخلينيش أحس بالذنب أكتر من كده، فلو سمحت ادخل جوه عشان هنا الجو هوا قوي وممكن تمرض. ادخلي يا مريم، أنا هنام هنا، أنا مش عايزك تحسي بأي توتر، وزي ما قلتي أنا هديكي مساحتك لحد ما تبقي تاخدي على العلاقة دي وعلى الجواز وتقبلي بيها، وأنا خلال الفترة دي كلها مش هتكلم معاكي خالص. فاتفضلي ادخلي جوه يا بنت الناس عشان ما تعصبش عليكي. وهنا فعلا مريم خافت إنه يتعصب عليها، فدخلت ونامت. بس الليلة دي ما عرفتش تنام طول الليل، وكانت حاسة بالذنب جدا إن أحمد نام في البلكونة. وتاني يوم الصبح صحيت مريم من النوم، ابتدت تبص في البلكونة على أحمد، لكن اكتشفت إن أحمد غير هدومه ونزل من غير ما يصحيها، فاستغربت جدا تصرفه، لكن قالت لنفسها أحسن إنه نزل، أنا ليه أصلا شاغلة دماغي بيه كده. وهنا فضل أحمد يومين على نفس الحال، بيروح وما بيعبرش مريم خالص، ولا بيوجه لها أي كلام، ولا حتى بيبص لها. هي كانت مستغربة جدا تصرفه ده، لكن كانت ما بتحاولش إنها تفتح معاه كلام. وكان برضه هو بينام بره في البلكونة وما كانش بيسبب لها أي إزعاج. وبعد مرور يومين من نفس الحال مريم بتلاقي تليفونها بيتصل، وكان المتصل جدها. ازيك يا جدو، عامل ايه؟ وحشتني جدا. عاملة ايه يا مريم؟ أنا ملاحظ إن انتي مش مبسوطة، وملاحظ كمان على أحمد في الشغل اليومين دول إنه مش مبسوط خالص من ساعة ما اتجوزته. هو انتي يا بنتي مزعلاه في حاجة؟ والله يا جدو أنا ما أعرف، بس هو بقاله يومين ما بيتكلمش معايا خالص، ولا حتى بيتكلم معايا ولا بيوجه لي أي كلام. أنا يا جدو مش لسه متقبلاه كزوج يعني، وقلت له الكلام ده بكل صراحة، وإن أنا لسه مش حاسة بأي مشاعر ناحيته، فهو زعل وأخد موقف. أنا يا مريم مش هقولك تحبيه، بس أحمد من النوع اللي مش بيحب يبين مشاعره قوي قدام الناس، ولا بيحب يعرف الناس وهو بيعمل عشانهم إيه. أنت تعرفي يا مريم إن من ساعة ما أبوكي وأمك ماتوا، مين اللي كان بيجيب لك كل اللعب دي وأنت صغيرة؟ ومين كمان اللي كان بيحوش فلوس مدرستك؟ ومين كمان لما أشبتي في فستان وكان غالي جدا؟ تعرفي مين راح اشتغل 6 ساعات متواصلين عشان خاطر يجيبوا ليكي؟ وكمان لما كبرتي وكان في شاب بيرخم عليكي جدا وانت استغربتي فجأة ان هو بطل يرخم عليكي. تعرفي مين اللي عمل كل ده؟ اكيد انت يا جدو، انت اللي عملت عشاني كل حاجة، وانت اللي كنت بتجيبلي كل الحاجات الحلوة، ما انت قلتلي كده. لا يا بنتي، كان احمد هو اللي بيعمل كل ده، وكمان هو اللي اهتم بشغل ابوكي بعد ما ابوكي مات. ولما قلنا له ياخد حصة من شغل ابوكي رفض، وسجل كل ممتلكات ابوكي باسمك. ومن يوم ما ابوكي مات لحد النهارده واحمد الوحيد اللي شايل كل الشغل ده على كتافه، وهو اللي منجح الشركة، وهو اللي عامل كل ده. فيا بنتي ما يستحقش منك ان انت تديله شوية اهتمام وحب؟ انت بتقول ايه بس يا جدو؟ انت بتقول ايه؟ يعني هو اللي كان بيعمل كل ده؟
بس انت عارف يا جدو ان كان كل واحد بيراسلني على طول وبيبعت لي رسائل، وكنت انا لسه عايزه اتعرف عليه، بس انت كنت على طول عايزني اتجوز احمد. بصراحه احمد كان غلطان، لانه خبى عليك الموضوع ده يا بنتي، ان كان دايما بيبعت لك رسائل، وان انت جيتي وفتحتيني في الموضوع ده وكنت عايزه تقابليه هو كان احمد يا بنتي. يعني احمد هو اللي انت كنت بتحبيه، بس انت ما كنتش واخده بالك منه، انت كنت شايفاه الوحش وشايفه منه الوحش وبس. انت لازم تشوفي فيه كل حاجه حلوه، انت بس ما كنتش شايفه فيه اي حاجه حلوه، كنت شايفه منه الوحش وبس. وهنا في نفس الوقت احمد بيدخل على البيت، فبتقفل مريم بسرعه التليفون مع جدها وبتبص لاحمد نظرات كلها ندم وحب وعتاب في نفس الوقت. في ايه مالك بتبصلي كده ليه؟ هنا مريم تجري بسرعه وحضنت احمد وفضلت حضناه مده طويله، مش بتقول غير كلمه واحده: انا اسفه انا اسفه. بس انت ليه ما عرفتنيش ان انت اللي كنت بتراسلني على التليفون؟ انا يا مريم انا مبسوط جدا ان انت عرفتي الحقيقه، اكيد جدو اللي عرفك كل ده. بعد الخبر الحلو ده هنسى كل الخبر الوحش اللي انا عرفته النهارده. ايوه جدو اللي قال لي كل حاجه، وانا من النهارده قبلك كزوج ليا يا احمد. بس هو ايه الخبر الوحش؟ النهارده الحكومه عرفت مين اللي ولع في الارض بتاعتك، ومين السبب في كل ده. انا ما بقتش عارف اخد موقف وابلغ عنها ولا اسكت. مين عمل كده؟ مين؟ نرمين بنت خالتي، بسبب انها هي كانت بتحبني وانا اخترتك انتي، فقررت انها تنتقم منك وراحت وحرقت الارض في ليله فرحنا عشان تبوظ فرحتنا. لا بتصارحني كذا مره بحبها، بس انا ما كنتش شايف غيرك انتي وما كنتش عايز غيرك انتي، فهي اتغاظت ان انا اخترتك انتي وسبتها. وانتي يا ستي بهدلتيني كل البهدله دي، لو ما كنتش بحبك كان زماني رحت واتجوزتها عليكي. لا ما تبلغش عنها، اصل هي بنت، احنا مش عايزين ندمر مستقبلها، احنا هنحذرها وبس، وهنمشيها من هنا من البيت ومن البلد كلها، وهنخليها ترجع تعيش مع اهلها تاني وبس وخلاص. وبعدين بقى انت بقيت بتاعي انا لوحدي من النهارده، وعمري ما هسيبك لاي واحده تانية، وما تقدرش تتجوز عليا، لان لو اتجوزت عليا انا هخلص عليك. دلوقتي بقيتي بتحبيني، انا بقى خلاص هسيبك وامشي واروح اشوف واحده تانية. اخرس خالص، ما اسمعكش تقول كلمه واحده تانية. انا وبس، ها انا وبس، انت هتحبني انا وبس، وهتفضل تحبني انا وبس، انا مراتك. انا اصلا ما اقدرش، مش وعدتك ان انت في يوم انت اللي هتيجي وتطلبي مني ان انا اكون زوج ليكي، وكمان هتقعي بحبي. اه رخم بس بحب، وانا كمان. وهنا عاش احمد ومريم حياه سعيده جدا، وكانت ام احمد بعد ما كانت رافضه مريم فرحت جدا ان احمد بقى مبسوط معاها، وجد مريم كان مبسوط جدا ان هما الحمد لله حبوا بعض. وبعد مرور سنه فرحوا جدا احمد ومريم بمولودها الاول، وكانوا عايشين في حياه سعيده جدا واسره جميله. ولحد هنا بتكون انتهت قصتنا. اتمنى تكون القصه عجبتكم، ما تنسوش اللايك على الفيديو، الاشتراك في القناه، يا ريت تتاكدوا انكم فاعلين الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار اول ما ننزل الجديد. واستنونا في حكايه جديده ان شاء الله. اشوفكم على خير، باي باي.